اهلا وسهلا في ابيسود جديده من بعد غبره. كنظن ديال 3 شهور، كنظن ديال 4 شهور من بعد القرايه، من بعد بسوت نوت، من بعد اخر عام ديال القرايه، من بعد بزاف ديال التمارين. والحمد لله لقيت النتيجه اللي بغيت، فاليديت، نجحنا في لاسوت نوت ديالنا الحمد لله. درنا كل شيء. صحاب الباك كنتمنى تكونوا دوزتوا مزيان، كنتمنى النتائج غيخرجوا ان شاء الله نهار الثلاث اللي هو اليوم في الليل ان شاء الله. نتمنى الله يسمعكم خبر الخير، تكونوا النتيجه اللي كنتم متوقعينها هي اللي تجيبوا، واللي ما جابش شي نقطه اللي كان متوقعها راه فيها خير. دائما اي حاجه فيها خير، ونتمنى ان شاء الله من القدام ديروا داكشي اللي بغيتوا ويسهل لكم الله في اي حاجه بغيتوا ديروها. دونك سالينا القرايه، سالينا التماره، اللي دار شي مجهود غادي يلقى الريزلت اللي بغا في الاخر ان شاء الله. يا ربي نبغي كلشي اللي داكشي اللي باغي، اللي كان كيتمنى واللي باغي يديروا ان شاء الله. دونك في هاد ليبيسود هذا كيف ما شفتوا في العنوان، الصيف دائما باللي كيجي الصيف كيجيو دي بودكاست، كيجيو النصائح على كيفاش نستغل الصيف بواحد الطريقه اللي نقدر نبدل فيها شي عادات. ماشي نقدر نبدل فيها حياتي كامله، ما نقدر نبدل فيها شي عادات، نزيد شي حاجه جديده في حياتي اللي نطور منها راسي ونزيد القدام من بعد هاد 90 يوم اللي 3 شهور. الفرق بين 3 شهور اللي غادي تدوز غادي يكون بيان سور كبير بزاف. دونك قبل ما نبدا بغيت نسولك واحد السؤال مهم بزاف. الا رجعنا لهاد النهار من بعد 3 شهور، شنو الحاجه اللي بغيتي تبدل في حياتك من بعد هاد 3 شهور هذا؟ واش بغيتي تكون قريتي كتب جداد، تعلمتي لغه جديده، وليتي ديسيبليني في واحد الرياضه او في واحد العاده زدتيها جديده، بغيتي تكون كتربح شي فلوس من المجهود ديالك؟ والمشكل دائما كنقولها وكنعاودها ماشي في الاهداف، المشكل ان بزاف ديال الناس كيبقاو يهضروا على التغيير، بغيت ندير هادي ما بقاش هكا ما بقاش هكا، ولكن دائما نهضروا على هذاك المجهود، ونهضروا بان الصيف راه ما كيجيش من 3 شهور 3 شهور ولا من شهرين شهرين، كيجي مره في العام. كاينين جوج ديال الناس، نهضروا على جوج ديال الناس في الصيف. كاين اللي العطله بالنسبه ليه هاد 3 شهور هادي ناس تليفون ومسلسلات يخرج وغير تشيلين جست تشيلين، زعما nothing، زعما ما يتعلمش حاجه جديده. وكاين اللي كيشوف الصيف بانه واحد الفرصه اللي ما تقدرش تعوض، فرصه اللي غادي يتعلم فيها شي حاجه جديده، فرصه باش يزيد القدام يطور راسو من بعد 3 شهور. الفرق راه دائما كيكون غادي يبان من هذيك 3 شهور. اي حاجه بديتي بها راه فاحنا ما غاديش 3 شهور نتعلم لغه جديده صافي غنولي نطير فيها. نو، نتعلم لغه جديده غادي نتقدم الليفل ديالي. كان A1 يقدر يولي A2، كان A2 يقدر يولي B1. دونك كنزيدو واحد الخطوه لقدام في واحد الحاجه بغينا نغيروها في حياتنا. دونك هنايا العطله بالنسبه للناس تاع صحاب الباك تقولوا لي العطله بالنسبه لينا هي بريباراسيون ديال لي كونكور، هي ستريس، هي المدارس، شنو بغيت المدرسه اللي بغيت، هي هذه. انا كنصحكم صحاب الباك بانه تفكروا مزيان، ديروا دي بلان A، بلان بي، بلان سي. شنو بغيتوا ديروا في الباك ديالكم؟ شنو بغيتوا ديروا بهذيك الكرطونه اللي غادي تاخذوا؟ شنو بغيتوا المهنه اللي غادي تكون انت مرتاح ليها؟ شنو هي المدرسه اللي انت كنتي كتحلم بها؟ بيان سور دائما كنقولها وكنعاودها، عافاكم صحاب الباك، ديروا بلان A، بلان بي، بلان سي. ما صدقش بلان A وحتى دي. بلان A ما صدقش دان، شوف بلان بي. ما صدقش بلان بي، شوف بلان سي. ونزيد واي حاجه ربي كتبها لك راها مكتبه لك، درتي شي حاجه راها مكتبه لك. ما جاتش هذيك المدرسه في التوقعات ديالك، ولا المدرسه اللي كنتي كتحلم بها ما تقبلتيش فيها، فيها خير، فيها خير. اي حاجه فيها خير. ما نقولش لا راه بريباريت مزيان، لا راه خلص انا دي سونطر ب2000 درهم اللي كاين حتى ل 5000 درهم 6000 درهم كيخلصوا لي سونطر باش يبريباريو الكونكور وما كيتقبلوش وكيتحبطوا. الا ما كتعنيش انني بريباريت مزيان دونك صافي راني ضمنت ديك المدرسه. الا نقدر داك النهار بريباريت مزيان وكلشي، نقدر داك النهار انني ستريسا ما
نديرش مزيان، ما نجاوبش مزيان، نغلط في شي حاجه، يتخلطوا عليك دي زانفورماسيون هكا. حيت داك النهار هو اللي مهم. ندير انا اللي عليا ونخلي كامل على الله، ونقول توكلت على الله، ونبدا في لي كونكور ديالي، نبدا في البريباراسيون، نبدا باللي نتخلق نتكونسونطرا مع راسي، ونقول ان هذه ماشي نهايه العالم باش انني نبقى مستريسي وهكا يديا كيرجفوا. لا الا الا اي حاجه دائما نديرو في راسنا، اي حاجه بغيناها راه غتجي حتى لعندنا. شي حاجه كنتي باغيها وما سهلش لك فيها الله، فيها خير. حنا دائما كنتيقوا في الله وكنتوكلوا على الله، وما كنديروش بالنا مع الحاجه. وراه دائما بيان سور حنا كنديروا الاسباب بعض المرات، وديك الحاجه كتجي حتى بين يدينا، والا ما جاتش بين يدينا كنعاود نقول الحمد لله وفيها خير، وربي مكتب لك الخير في شي بلاصه واحده اخرى، مكتب لك القرايه في شي بلاصه واحده اخرى. دونك هذه صحاب الباك خليوها في بالكم، ما تيأسوش بالمدارس وهذه وحيت كاينين بزاف ديال لي شوا، بزاف بزاف بزاف. كاينين بزاف ديال المدارس، كاينين بزاف ديال المعاهد، كاينين بزاف ديال المراكز. دونك نتكونسونطرا مع راسي ونشوف شنو باغي هاد المعهد، باغي هاد المدرسه، باغي هذا نوجد ليه. تقبلت فيه هذيك، ما تقبلتش فيه هي هذيك، حيت راه ماشي بريباريتي مزيان صافي راه انا ضروري وبزز خاصني نتقبل. ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش. دونك شوفوا التوجيه ديالكم، شوفوا دي بروف ديالكم، شوفوا دي سونطر اللي تقدروا تبريباريو، وشوفوا دي سونطر ديال التوجيه. الحمد لله دابا عندنا عندنا شي مراكز اللي كينظموا لينا واحد الدوره اللي هي تكوينيه على المدارس اللي كاينين، المعاهد، المراكز، شنو هي الفوا ديالك في لي ميتي اللي بغيتي نتايا. كاينين بزاف اكثر من في كازا، غابه، وبزاف ديال المدن، مراكش كينظموا هاد الدورات هادو باش تشوفوا شنو باغي، الوجه اللي باغين التوجيه. الحمد لله لحد الان راه كاين التوجيه، كاين بزاف ديال المعلومات دي زانفورماسيون على المدارس، بزاف شنو ليسونس اللي غادي تكون بريتي دو شنو غادي دير، بزاف ديال الحوايج خصكم تحمدوا الله وتشكروه. حيت التوجيه دابا راه غادي من هنا لقدام غادي مزيان. الانسان او التلاميذ لي ستودون اللي كيشدوا الباك راه الحمد لله عندهم التوجيه باش انهم يكونوا عارفين اشنو باغيين من هنا لقدام. علاش؟ حيت كاينين دي زانفورماسيون على بزاف ديال المدارس والمراكز وحتى المعاهد، ولا كيتسلط عليهم الضوء باش يعرف الانسان شنو غادي يدير، دي بلان اللي غادي يشد، وبزاف ديال الحوايج. دائما القرايه راها مهمه، لا فيزيون ديالك من هنا لقدام حتى هي مهمه. نتمنى لكم التوفيق وتكونوا درتوا داكشي اللي بغيتو، وديروا داكشي ان شاء الله اللي بغيتو، وتكون التوقعات ديالكم في المحل ديالها. وإلا ما كانتش راه اي حاجه فيها خير. دونك نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو الصيف. كما قلت بانه الصيف بالنسبه لصحاب الباك هو بريباراسيون كونكور ستريس. الله يوفقكم كاملين ان شاء الله. نهضروا مع الناس اللي عندهم 5 6 4 اللي سالا ولا لا بروميير اني في يونيفرسيتي 3 اني. الصيف الحاجه الاولى هي نستثمر في العقل ديالي. يعني كاين العقل، كاين الصحه. نستثمر في العقل ديالي. العقل هو بحال شي عضله كل ما درتيه كل ما هو اقوى، كل ما درتيه دي زانفورماسيون اللي هو محتاج كل ما هو غيولي مزيان. حنا عايشين في واحد دابا زمن ديال التليفون، بيسي، واي حاجه بغيتي تعلمها راه موجوده فري غراتويت. يعني بغيتي تعلم لونجلي، كاينين الاف ديال لي لوسون في يوتيوب. بغيتي تعلم المونتاج، كاينين دي كورس دي كور دي لوسون دي غيد في يوتيوب، في دي سيت بحال كورسيرا، فيوتشر ليرن، بحال اليسون. كاين بزاف. لا بغيتي تعلم البرمجه، بغيتي تعلم شي لغه جديده، بغيتي تاخد شي سيرتيفيكا، مشكل راه ماشي هنايا. الفرص كاينين، المشكل هو الناس كيقلبوا غير على شي حاجه اللي غادي يدوزوا فيها الوقت، على يعني الترفيه اكثر من التعلم. جرب غير دائما هذه نقولها انا، وتلقى الدرجه كاينينها الاف ديال الناس قبل مني، انه ساعه واحده في النهار كافيه انك
تزيد واحد الحاجه في حياتك، تزيد واحد العاده في حياتك، تبدل واحد، تزيد واحد الحاجه جديده كتزيد لك. غير شرط مثلا انا كنتعلم الاسبانيش دابا، كنحس بالعقل ديالي كيخدم، يعني كنحس موتيفي باغي نتعلم ديك اللغه. علاش؟ حيت كتعجبني. ما تعلمش شي لغه انت ما كتعجبكش. انا كنتعلم الفرنس باردون اسبانيش حيت كتعجبني، عجبني الاكسنت ديالها، بغيت نتعلمها هكا، ما عندي بها حتى شي غرض، بغيت نتعلمها. حنا علاش المغاربه كاملين كنحملوش فرنسا؟ حيت ما باغيناش وترغمت علينا، بحال مثلا لونغلي ما ترغمتش علينا وكنبغيوها. دونك دائما كنقولوا غادي تتعلم وتزيد لقدام الا كنتي كدير شي حاجه كتبغيها، دائما هذه ديرها في راسك. دونك تخيل شحال تقدر تتعلم في هذه المده ديال 3 شهور، العادات وشي لغه جديده تقدر تزيد فيها القدام. راه اللغه جديده، انا كنسمع بزاف ديال الناس كتعلم لغه جديده يعني صافي غتولي طار بها. نو، كنت كما قلت لكم كنزيدو في الليفل. كنت مثلا انا في اسبانيش دابا غادي نولي من هنا لهاد 3 شهور هادي نقدر نولي ادو ولا بي ان، يعني ما غاديش نولي سي 1 ولا سي 2، لا غادي نولي بي ان حتى بي ان ادو. داكوغ. دونك الحاجه الثانيه هي الصحه ديالنا. الصحه ها بيان سور هي راس المال ديالنا. كاين اللي باغي ينجح وكاين اللي باغي ينعس حتى الظهر. نعس الظهر ما مزيانش. كاين اللي باغي يحقق الاحلام ديالو ولكن ما يقدرش يطلع للدروج بلا ما يعيا. الصيف فرصه ذهبيه باش غنبني الجسم ديالي. انا نمشي للجيم، ما عنديش فرصه انني نمشي للجيم في الدار. كاينين دي زابليكاسيون، كاينين دي شين في يوتيوب ديال البنات ديال الدراري اللي باغي يزيد في الصحه ديالو، اللي باغي يزيد واحد تمارين اللي هي قليله، مثلا في الصباح واحد 10 دقائق ولا المينيموم 5 دقائق. غير يوتيوب morning gym او لا morning exercises في يوتيوب، تكتبها هكا طلع لك 5 minutes of exercising وتقدر دير دوك التمارين وصافي 5 دقائق. يعني غتزيد واحد الحاجه في الصباح ديالك اللي هي زوينه وتهتم بالصحه ديالك وتفطر مزيان وتاكل مزيان ودير بزاف ديال الحوايج. الحاجه الثالثه هي قلوا من التليفون شويه. عافاكم باش نكون صريحه معكم، راه التليفون راه واحد اكبر بحال كيسرق لك من الوقت ديالك، كيدير لك كيحيد لك الوقت ديالك، كيقول لك بلاتي شنو كدير؟ بغيتي تتعلم شي حاجه جديده، اجي انستغرام تيقول لك هاي، اجي واحد الريلات زوينين لاحوهم شي ناس اللي هما يقدروا يكونوا تافهين، اجي تفرج واحد شويه. كتلقى راسك واحد ساعه ساعتين 3 سوايع 4 سوايع مشات لك من حياتك. خاصك كتاخذ التليفون كنتفرج بدي غير هما ما زايديني حتى شي حاجه. هذيك 5 دقائق او ساعه ساعتين اللي كتوصل حتى 6 سوايع في النهار ولا 8 سوايع في النهار ديال التليفون ناخذها انا. هاد التليفون هذا كياخذ لي حياتي انا. شحال من ساعه وانت في التليفون يوميا؟ 5 سوايع راه كتضيع، راه اكثر من 150 ساعه اللي تقدر تعلم فيها واحد اللغه. تقدر تزيد تاخذ واحد 30% من واحد المهاره تعلم ليها. دونك بليز التليفون كيسرق لكم الوقت ديالكم. خذها هكا، انا ما عندي من ندير شي حاجه اللي غتاخذ لي الوقت ديالي نقدر ندير فيها شي حاجه اخرى. ورابع حاجه هذه الناس اللي ماشي ما تابعهم والو او لا ماشي ما تابعهم والو من الناس اللي كيخدموا في الصيف. بيان سور كاينين الناس اللي كيخدموا في الصيف. حاول تربح اول فلوس من المجهود ديالك، علاش لا؟ تشري شي حاجه بفلوسك الخاصه تكون زوينه شويه. الا كنتي استاذ لايك مي اعطي الدروس تاع، الا عندك شي مهاره قدر الخدمه ديالك، علاش لا؟ الا كنتي كتعرف المونتاج دير فيديوهات، الا كنتي كتعرف التصميم خدم مع الناس. ما تسناش تكون مريح هكا وانت باغي تخدم وتسنى الفرصه غتمجي هكا على رجليها وغادي تدق عليك. ما يمكنش. خلق الفرصه والفرص لراسك نتايا، حاول تبحث عليهم انت، تخرج تقلب عليهم انت. كاينين غير لي سيت بحال انديد جوب بايما انك تقلب على خدمه. داكوغ، يعني اللي كتاخد فلوس ولا كتربح فلوس من المجهود ديالك، شي حاجه كديرها انت راها كتكون زوينه، كتكون كما كنقولوا بالحلاوه ديالها. الحاجه الخامسه هي
ما غاديش نساوها بيان سور، ما غاديش نساوها، هي العلاقه ديالك بالله سبحانه وتعالى. بزاف ديال الناس يعني كيف ما انت غادي تخدم باش انك تاخد فلوس وتشري اي حاجه بفلوس ديالك انت، فانا ما تنساش بانه راه كاين الله سبحانه وتعالى وفواحد الجانب الروحي ديالك غادي تطور العلاقه ديالك بالله سبحانه وتعالى باش ينجحك في ديك الحوايج اللي انت باغي دير. اي حاجه كما قلت لكم صحاب الباك توكلوا على الله، اصحاب اللي باغيين يخدموا داكشي توكلوا على الله، قول يا ربي انا بغيت نخدم هادي باش نوفر هادي وهادي وهادي، ويا ربي تسهل لي ان شاء الله، نخصص الوقت في الصلاه، قراءه ديال القران، الدعاء، حيت القلب الى دائما القلب الا كان مرتاح العقل والجسم ديالنا حتى هو كيكون مرتاح، والله سبحانه وتعالى كيبارك لينا في داك النهار اولا في ديك الحاجه اللي بغينا حنايا نديرو. نجاح ماشي غير just money، نجاح هو انك تكون انت مرتاح بعدا مع راسك، قريب من الله وعندك هدف في الحياة، ومآمن بانه دائما كنعاود نقولها، مآمن بانه راه الا ما كانش لي الخير مثلا صاحب الباك في هذه المدرسة غيكون لي خير في مدرسة واحدة اخرى. صافي دونك نظن بانه وصلنا لنهايه ديال الفيديو. ما تنساوش هاد الخمسه ديال الحوايج اللي قلت لكم، صحابه كما قلت لكم يا ربي تسمعكم اخبار خير هذا النهار ان شاء الله. نتمنى بانه من اليوم وحتى يسالي الصيف تعلم ساعه كل نهار، تمارس الرياضه 5 ديال الدقائق، تقرا واحد 10 ديال الصفحات من الكتاب اللي بغيتي، روايه ولا كتاب ولا اي حاجه. نقص بيان سور من هاد الاستعمال ديال التليفون اللي كل نهار كتبقى خاشي فيه وجهك. تعلم شي مهاره جديده الا بغيتي انت وكنتي باغي انت تحافظ على الصلاه ديالك، ولا درتي هاد الامور يوميا غادي تتفاجئ بشي واحد اخر من غيرك داكا من بعد 3 شهور. دونك دائما تذكر بانه الناس الناجحين ماشي راهم ذكيين ولا راهم واو عباقرة ولا لا، غير كيعرفوا كيفاش يستغلوا الوقت ديالهم، كيفاش يخدموا بالعقل ديالهم، كيفاش يزيدوا القدام. الصيف اللي غادي يدوز ما غاديش يرجع، ما غاديش يرجع بيان سور غير مره في العام، اما كيكون بدايه جديده ليك ولا كيكون مجرد واحد 2 يوم ضاعوا في التليفون. في الخروج انا ما كنقولش لكم ما تخرجوش، بيان سور غتخرج وغادي دور في بالك شي بلاصه بغيتي تمشي ليهم غادي تمشي ليهم، مي راه كدوز واحد الوقيته اللي انك خاصك تعلم فيها شي حاجه. كاين اللي غيبقى غير في الدار، كاين اللي ماشي في الدار يعني غيبقى في المدينه ما غاديش يديبلاصا شي مدينه واحده اخرى. دونك اذا وصلتي حتى لهنايا كتب لي في التعليق غادي نبدا من اليوم. دونك باش يوصلكم فيديوهات جديده على الدراسة، تطوير الذات، النجاح، ديروا سبسكرايب، ما تنساوش ديروا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى لكم التوفيق كاملين أجمعين يا رب العالمين.